معنا من المملكة العربية السعودية عبر سكايب الباحث والمحلل السياسي الدكتور مبارك العاتي. أهلا ومرحبا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبمشاهدك الكرام. أهلا في الجزائر. بداية دعنا نبدأ معك دكتور، ماذا يبتغي الحوثيون من وراء استهداف الموانئ والمنشآت النفطية؟ أستاذنا بأن تمرد الحوثي منذ أن انقلب على الحكومة الشرعية وأسقط الدولة الوطنية واختطف القرار السياسي اليمني واختطف الدولة اليمنية، وهو يسعى حقيقة لإفشال كل الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية، بذلت التحالف العربي، بذلتها منظمة التعاون الإسلامي، مجلس السلام الدولي، كل المجتمع الدولي الذي تنادى لمساعدة الأشقاء اليمنيين وأوجد المبادرات تلو المبادرات. كان التمرد الحوثي يضرب بها عرض الحائط، لأن نعلم اليوم أن التمرد الحوثي لا يملك لا قرار حرب ولا قرار سلام، ولذلك أفشل كل الجهود وأحبط كل الخطط. ثم اليوم يفشل أيضا الهدنة التي كان يسعى لها المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي وبارك التحالف العربي، ولأنه بالفعل لا يجيد الاستمرار والحياة إلا مع وجود الحرب وسفك الدم اليمني الشقيق. لذلك سارع وعمل على إفشال الهدنة اليمنية، الهدنة الأخيرة التي كان يفترض أن تبدأ من الثاني من أكتوبر، لكنه رفضها وأعلن رفضه عبر استهداف ميناء الضبة التجاري بمسيرتين مفخختين كانت تستهدف شاحنة نفط أو سفينة نفط يونانية، مما يعني بالفعل أن التمرد الحوثي يريد استئناف الحرب من جديد على كل ما هو يمني. يريد استئناف الحرب من جديد ولا يبحث عن الهدنة. سؤالي لوكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور محمد قيزان من تركيا. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي الكريم. طبعا الجماعة الحوثي تريد الحرب ولا تريد الهدنة، هكذا يقول الدكتور مبارك العاتي، بناء طبعا على الهجوم الأخير على ميناء الضبة. حقيقة ما ذهب إليه يعني ضيفك الكريم هو عين الحقيقة. فجماعة الحوثي يعني رفضت كل المبادرات والدعوات للسلام، سواء كانت المبادرات السابقة أو الآن طلب الهدنة من الأمم المتحدة. وخلال الفترات الهدنة السابقة كانت ميليشيات الحوثي تقصف المواطنين في تعز، في عدن، في الحديدة خلال الأشهر الماضية، والآن دشنت هذه الاعتداء على ميناء الضبة وقبلها على ميناء الضروم البترولي في شبوة بقصفه بطيران المسير، مما يؤكد للعالم أجمع أن هذه الميليشيات لا تقبل بالسلام وأنها تهدد الملاحة الدولية وتستهدف الأعيان المدنية والمنشآت والموانئ. هذه الجماعة سلسلة من الممارسات والانتهاكات التي للأسف الشديد المجتمع الدولي حتى الآن ليس هناك موقفا واضحا قويا تجاه هذه الممارسات. خلال 8 سنوات ارتكبت هذه الميليشيات أفظع مما ارتكبته جماعة القاعدة وجماعة داعش. للعلم أن جماعة القاعدة في 2006 قصفت ميناء الضبة بحجة أن عائدته تعود إلى الحكومة العميلة. اليوم جماعة الحوثي تكرر نفس السيناريو وتقصف ميناء الضبة بمسيرتين بحجة أن عائدته ستخدم الحكومة المرتزقة حسب كلامها. هذه الميليشيات هي تضيق على اليمنيين في أقواتهم وفي أرزاقهم. صادرت الاحتياط البنكي، صادرت العائدات، المؤسسات الإيرادية ترفض الموافقة على صرف المرتبات للموظفين. تريد أن تضم ميليشياتها وأن تصرف عليهم الحكومة حتى يظلوا وقودا للحرب في الجبهات. نعم، هل هذا سبب كافي دفع مرتبات الموظفين أم هناك أسباب أكبر مرتبطة بالهدنة؟ بالنسبة لموضوع المرتبات، الحكومة وافقت على صرف المرتبات وعلى فتح مطار صنعاء وعلى ميناء الحديدة، وافقت عليه في اتفاق ستوكهولم في 2018. لكن ميليشيات الحوثي هي التي ترفض، هي تريد مزيدا من الابتزاز، تريد أن تدرج ميليشياتها التي تقاتل بها في الجبهات، وتريد من الحكومة أن تصرف لها مرتبات غير عابهة بالمواطنين.
وتحاول ان تدغدغ مشاعر المواطنين. من مطار صنعاء فتح الان الرحلات، ميناء الحديده تدخل السفن، وكان هناك الاتفاق على ان تصرف عائدات السفن في الحديده كمرتبات، لكن للاسف الميليشيات صادرت الاموال التي جمعت في الحساب الخاص التي كانت تشرف عليه حتى الامم المتحده. فالجماعه الحوثي هي لا تعيش الا على الحرب، هي تتخذ شعارا من المرتبات لتغدغت مشاعر وعواطف الناس، لكنها تريد تنفيذ اجنده ايرانيه من خلال خلط الاوراق. دكتور مبارك العاتي، هل تستغل الجماعة الوضع الدولي وأزمة الطاقة لفرض شروطها؟ دكتور مبارك. مقايضات. نعم أسمعك. نعم. تفضل. بكل أسف يبدو لي أن هناك مقايضات بدأت تطفو على السطح مؤخرا بحكم أو بسبب ما يجري في أسواق الطاقة العالمي، بسبب ما يجري اليوم في أوكرانيا، بسبب ما يجري اليوم من التضخم والضغط على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات الغربية، مما يعني أن هناك نوعا من المقايضة، نوعا من مقايضة اقتصادية بمقايضة سياسية، محاولة الزج بالملف اليمني كملف من ملفات التفاوض مع النظام الإيراني في فيينا. وهذه حقيقة سعى التحالف العربي إلى حماية الملف اليمني من الابتزاز الغربي حقيقة للتحالف العربي. لذلك أعتقد أن إيران ومعها مخلبها تمرد الحوثي تسعى بالفعل لاستغلال ما يجري ما بين أوبك بلس وما بين الدول الغربية من تباينات في الآراء للولوج من هذه الفراغات التي تحدث، ومن ثم أيضا إمعان الخلافات اليمنية في الداخل، مما يوفر أيضا مساحات يستطيع منها تمرد الحوثي بأن ينمو من جديد، بأن يتوغل من جديد. لذلك أعتقد أنه بالفعل يستغل الأوضاع السياسية التي تجري حاليا في المنطقة، في الإقليم، في العالم بشكل شامل، من خلال أن إيران تدعم هذا الفصيل أو هذا التمرد أو هذا التنظيم، وتجعله أداة للتفاوض مع الجانب الغربي أو للضغط على الجانب الغربي وتحريك الجبهة الجنوبية في اليمن. نعم. إن كانت قد هدأت في جبهة لبنان وسمحت بترسيم الحدود، إلا أنها عادت لتحريك ذراعها الأيسر التمرد الحوثي لتحريك المنطقة من جنوب، مما يعني بالفعل أن إيران عبر تنظيماتها في المنطقة هي تفاوض الجانب الغربي، الذي أرى أن الجانب الغربي اليوم يتماهى مع الأطماع الإيرانية، وهو يقايض النظام الإيراني من خلال استمرار ضغطه على المملكة العربية السعودية عبر تحريك جبهة اليمن. يبقى معي نتابع هذه الورقة ثم نعود. دكتور محمد قيزان، في السياق دائما، هل تدفع خطوة الحوثيين المجتمع الدولي للتدخل من أجل الضغط على الجماعة لتأمين ممرات الطاقة؟ جماعة الحوثي كما قلت لك وكما قال ضيفك الكريم هي محاولة لمزيد من الابتزاز لكسب عدد من الأشياء التي تطمح إليها. جماعة الحوثي مثل ما أسقطت الدولة عسكريا، هي تعتقد أنها تستطيع أن تحقق الكثير من المكاسب عن طريق السلم وعن طريق الضغط من قبل المجتمع الدولي على الحكومة الشرعية التي قدمت الكثير من التنازلات. لكن الأمس مجلس الدفاع الأعلى اتخذ قرارات حاسمة. أولا اتخذ قرار بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية ودعا إلى عدم التعامل معها. وجه الحكومة بمصفوفة من الخطوات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية
أن تكون متزامنة مع ذلك. ولذلك بهذا القرار وهذا التحرك الحكومي، وأعتقد الاستعداد التام لإعادة تفعيل يعني العمل العسكري في مختلف الجبهات. وأيضا أكدت الحكومة أنها تعفي نفسها من التزامات اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة. هذا الرد القوي من قبل مجلس القيادة ومن قبل الحكومة لا شك أنه سيحظى بدعم إقليمي ودولي يعني إزاء التعنت الحوثي الذي يهدد بقصف الممرات الدولية وبقصف السفن. ويجب على يعني هذا القرار أن يحصل على يعني دعم وتأييد شعبي وإقليمي، لأنه نحن نعتقد أن جماعة الحوثي أمعنت في فسادها وفي إجرامها، وحان الوقت لهزيمتها عسكريا حتى ترتدع عن هذه الأعمال الإرهابية. نعم، جماعة الحوثي لا تبحث عن هدنة. بيان الخارجية السعودية جاء مؤكدا على دعم جهود تمديد الهدنة وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك. هل يمنح هذا المبعوث الأممي إلى اليمن أو يمنح مساحة تحرك بغية تمديد الهدنة، أم الهدنة أصبحت بعيدة دكتور مبارك؟ يعني الهدنة حقيقة ليست بعيدة، وبإمكان الوصول إليها في أي لحظة، خصوصا أن لدينا المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي يقومان كل منهم بجهود يعني حثيثة وملحوظة. لكن الإشكالية أن كما قلنا أن التمرد الحوثي يستغل الأوضاع السياسية التي تجري حاليا في المنطقة. النقطة الأخرى أنه يستغل الخلاف اليمني. هناك صعود في وتيرة الخلاف اليمني الداخلي، وهي نقطة ضعف كبيرة جدا تؤدي لاستمرار الأوضاع على ما هي عليه، وهو ما يريده الحوثي. الحوثي لا يستطيع أن يتقدم عسكريا، هو في مرحلة ضعف حقيقية، لكن قوة أنه يستمر الخلاف، أنه يستغل الخلاف اليمني. النقطة الأساسية لدحر الحوثي وحدة الصف اليمني. ولو اجتمع المجتمع الدولي بآلات الحربية بأكمله لن يستطيع أن يحرر اليمن ما لن يحرر الأشقاء اليمنيين أرضهم بأنفسهم وبدمائهم. إما أن يقول التمرد الحوثي للتحالف العربي اذهب أنت وجيشك فقاتل إن ها هنا قاعدون. أعتقد أن الأوضاع ستستمر على ما هي عليه. النقطة الأخرى، أرى أن القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر بقيادة فخامة الرئيس تبون نعول عليها كثيرا في خلق موقف عربي جديد داعم للمجلس القيادي اليمني، من شأنه أن يحدث فاصلا سياسيا أو دعما سياسيا للجهود السياسية، قد يتطور إلى وجود دعم عسكري، ولما لا دعم اقتصادي أيضا الحكومة اليمنية. في اعتقادي أننا على اعتاب مرحلة دعم عربي جديد لليمن، نأمل بالفعل أن يكون عاملا مساعدا لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. عمل عربي مشترك منتظر من القمة العربية المقبلة دكتور محمد قيزان. حقيقة نحن نؤمل على أشقائنا في الإقليم وفي الدول العربية، وأيضا على المجتمع الدولي بدعم المجلس القيادة والحكومة الشرعية، دعمها يعني اقتصاديا ودعمها سياسيا وايضا دعمها عسكريا. الان بموجب يعني تصنيف جماعه الحوثي كجماعه ارهابيه، يعني المجلس القياده والحكومه من حقهم ان يطلبوا دعما عسكريا وشراء اسلحه نوعيه لمواجهه يعني هذه الميليشيات التي تدعمها ايران بكل القوات. نحن نؤمل على اشقائنا. ما يجري الان على تهديد الملاحه الدوليه هو لا يضر مصلحه اليمن فقط، وانما المصلحه العالميه كامل مصادر الطاقه. ولكن نحن نؤمل على القمة في الجزائر تعويل كبير جدا. والخطر الآن إذا هزمت ميليشيات الحوثي في اليمن، لا شك سنقطع ذراع إيران التي تعبث في المنطقة، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في بعض البلدان العربية. نحن نؤمل كثير على أشقائنا العرب وعلى المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على هذه الميليشيات وتقديم الدعم الكبير لمجلس القيادة والحكومة اليمنية. المزيد من الضغط من المجتمع الدولي. دكتور مبارك، السفير الأمريكي في اليمن وصف الهجوم بالإهانة لحقوق الملاحة وحريتها وتعريض التجارة العالمية للخطر. هل سنشهد مزيد من الضغوط الأمريكية على جماعة الحوثي وعلى الأطراف ككل؟ بكل أسف يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتاجر بالتصاريح السياسية، لم تقدم دعم حقيقي للأوضاع، لتسوية الأوضاع، لتحسين الأوضاع، لتطوير الأوضاع، لتطبيع الأوضاع في المناطق التي تم تحريرها. حقيقة التعامل الأمريكي كان
تعاملا غير مرضي، لا أقول سلبي لكن غير مرضي حتى الآن. أيضا المبعوث الأممي يعني إما أن يتمتع بعلاقات مقبولة مع الجميع، لكنهم في الجانب الآخر يجد انتقادا من بعض الأشقاء، وهذا يعني جراء تقادمه، لا أقول يعني خيانته، لكن تقادمه مع بعض الظروف لا يمارس الضغوط الحقيقية تجاه تمرد الحوثي. ولذلك رأينا أن الأوضاع يعني لم يحدث فيها أي تطور جديد. مسألة التعويل على المجتمع الدولي أعتقد أنه خيار خاسر جدا. المجتمع الدولي يريد أن يدير أزماتنا، ليس في يده حل ولا يريد أن يقدم حل حقيقي للأزمة. الحل الحقيقي بيد اليمنيين وبيد التحالف العربي. ربما نحصل على دعم من جامعة الدول العربية، لكن كما تفضل الضيف الكريم قبل قليل بالفعل إعادة دعم المجلس القيادي الرئاسي بأسلحة نوعية، رص الصفوف من الجيش الوطني اليمني، أعتقد هو السبيل الأوحد لقطع اليد الإيرانية من اليمن. نعم دكتور محمد قيزان، المفاوضات، العودة إلى مائدة المفاوضات، نحن نتحدث عن هدنة دامت ل6 أشهر، يعني التجربة موجودة، يعني قريبة جدا. هل على السريع ستعود الأطراف إلى هدنة؟ الحكومة اليمنية استجابت لكل المبادرات الدولية والإقليمية. الحكومة قدمت تنازلات كثيرة، لكن ماذا بالمقابل؟ يعني فتح مطار صنعاء، فتح ميناء الحديدة، كثير يعني من الامتيازات حصلت عليها ميليشيات الحوثي. بالمقابل لم تفتح طرق يعني تعز بحسب الاتفاق. ما زالت تقصف المدنيين في تعز. خلال ال6 أشهر هناك يعني عشرات الشهداء ومن الأبرياء من المدنيين والأطفال في تعز، في الحديدة، في مأرب. جماعة الحوثي هي مصرة على الاستمرار في عدوانها، ولذلك إذا يعني قربت إلى السلام، إذا كفت عدوانها، إذا قدمت خطوات يعني تحث على بناء الثقة، الحكومة ليس لديها مانع. نحن لسنا يعني مع الحرب، نحن مع السلام، نحن مع حقن الدماء، نحن مع أن تنتهي هذه الحرب الظالمة التي فرضت على شعبنا. لكن للأسف الشديد كما قال ضيفك الكريم، الحوثي هو أداة بيد إيران تستخدمها في يعني لتحقيق مكاسبها في إطار التفاوض مع العالم الغربي في يعني ملفها النووي في فيينا. جماعة الحوثي لا تمتلك قرارها، ولذلك حاولت أن تصعد في قصف ميناء يعني الضبة وميناء الضروم. نحن نأمل أن تعود إلى رشدها وأن تقبل يعني المبادرات وبالقرارات الدولية، والحكومة جاهزة لكل ما الاحتمالات، سواء كان عن طريق السلم أو عن طريق العمل العسكري. نعود إلى قرار مجلس الدفاع الوطني في اليمن. دكتور مبارك، ألا تعتقد أن هذا التطور الجديد بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية يغلق أبواب التفاوض، أم هو محاولة لمحاصرتها وعزلها ودفعها للهدنة؟ أنا أرى موقف مهم جدا وموقف شجاع من المجلس القيادي اليمني، وجاء في وقت مهم جدا. وبما أننا نطالب الإدارة الأمريكية بتجريم هذا التنظيم ووضع القائمة للإرهاب، من باب أولى بالفعل أن الحكومة اليمنية الشرعية أقدمت على هذه الخطوة شجاعة. وننتظر أيضا أن ينعقد المجلس النواب في سيئون لتعضيد هذا التصنيف. في اعتقادي أن هذا لن يمنع التفاوض، ولا تزال حتى الآن الأبواب مشرعة لأن يعود الحوثي إلى طاولة المفاوضات. اتفاق الرياض التاريخي حتى الآن لم يغلق، مبادرة السعودية أيضا لم تغلق، لا تزال أبواب كما قلت مشرعة للحوثي لأن يكون حزبا سياسيا إن آمن بالدولة الوطنية وسلم السلاح وقطع أي تعاون مع أي دولة خارج الإقليم. أعتقد أن الأطراف اليمنية سترحب به، لكن نعلم اليوم أن التمرد الحوثي بالفعل كما قلت في بداية حديثي لا يملك لا قرار حرب ولا قرار سلام. هو يحرك في المساحات التي تريد إيران أن يتحرك في توقيت يخدم إيران، يتحرك في توقيت تشهد فيه المنطقة عملية مناكفات سياسية، عملية مماحكات سياسية. الهدف من قتل الدم اليمني بكل أسف الإمعان في تشريد الأشقاء اليمنيين، اختطاف الثروات اليمنية، جعل اليمن ساحة مستباحة لكل الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية للتجار بالبشر، للموجات البشرية قادمة من القرن الأفريقي. بكل أسف يعني اليوم ندرك أن التمرد الحوثي يقوم بدور وظيفي لخدمة
قوى إقليمية خدمة النظام الملالي في طهران لمد اليد الفارسية لليمن، وهي نقطة أعتقد أن التحالف العربي سيعود من جديد لاستخدام الذراع العسكري، لأنه هو اليد الأقوى التي من شأنها أن تعيد ترتيب الأوضاع من جديد لصالح الحكومة الشرعية. استخدام الذراع العسكري دكتور محمد قيزان، ما الذي يترتب عن تصنيف الحوثي جماعة أو تنظيم إرهابي؟ لا شك أن هذا القرار يعني قرار مهم جدا، وإن جاء متأخر، وكان الأصل أن القرار هذا يأتي قبل 20 عام، منذ عام 2004 وجماعة الحوثي تمارس القتل والتدمير في حق أهلنا وشعبنا، سواء كان في صعدة أو في بقية المحافظات عقب الانقلاب في 2014. فهذا القرار أتى متأخرا كثير، كان هناك ضغط شعبي على الحكومة أن تصنف هذه الميليشيات كجماعة إرهابية، وحتى نستطيع أن نطالب المجتمع الدولي والإقليمي بتصنيفها على قوائم الإرهاب. لا شك يعني هذا سيعفي الحكومة من الالتزامات الدولية، أولها كما قلت لك اتفاق السويد. نحن الآن نطالب يعني الحكومة وطالب وزارة الدفاع من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة إلى توجيه الجيش إلى الدخول إلى مدينة الحديدة وتحريرها وتحرير موانئها، إلى فتح الجبهات في مختلف المحافظات، سواء كان في مأرب أو في تعز أو في الضالع. لا شك يعني على الحكومة أن تتخذ خطوات في تجفيف منابع الموارد الاقتصادية التي تمول هذه الجماعة الإرهابية. الحكومة يعني في قادم الأيام ستتخاطب مع الدول يعني تحديد يعني موقف من هذه الجماعة الإرهابية. لن نسمح بعد ذلك أن تعامل هذه الميليشيات من قبل بعض الدول، يعني أن تتعامل معها بأريحية وهي يعني كجماعة إرهابية. جميع الدول التي يعني معنا مع اليمن ومع القانون الدولي يجب أن تحترم قرار الحكومة اليمنية وأن تتعامل مع هذه الجماعة كميليشيات. لا شك ستكون هناك خطوات شعبية داعمة للقرار اليمني. أنا مع ضيفك ضيفك الكريم أن الخلاف البيني بين مكونات الشرعية يجب أن ينتهي أو أن يرحل حتى الآن، وأن تكون هناك يعني توحيد للموقف العسكري والسياسي والشعبي لمؤازرة هذا القرار حتى تتحرك جميع الجبهات. نحن على ثقة إذا تحركت كل الجبهات العسكرية في وقت واحد أن جماعة الحوثي سينتهي وجودها وستهزم عسكريا. وحتى عندما نقول هزيمتها عسكريا لا يعني القضاء على جماعة الحوثي، ولكن نريدها أن تنصاع للقانون اليمني، للمبادرات اليمنية، للقانون الدولي. في خضم كل هذا دكتور مبارك، دعنا نتحدث عن الجانب الإنساني. ما التداعيات المحتملة لاستمرار القتال على الوضع الإنساني في اليمن المتدهور أصلا؟ للأسف أكثر ما يؤرق السعودية ويؤرق التحالف العربي ويؤرق الحكومة الشرعية هو الأوضاع الإنسانية المتدهورة. اليوم مركز الملك سلمان لغاية الأعمال الإنسانية وهو يقدم ما يقارب يعني 30 مليار دولار لمساعدة الأشقاء اليمنيين، ومع ذلك نجد أن الحالة لا تزال مزرية بسبب استمرار الحوثي في سفك الدم اليمني، استمرار التصفيات، استمرار الغزو، استمرار فرض الحصار على تعز ما بقارب 5 ملايين نسمة تعاني منذ سنوات من الحصار، وسط أيضا صمت من المبعوث الأممي ومجرد التصريحات هنا أو هناك لا تقدم ولا تؤخر. لكن حقيقة الأوضاع بالفعل يعني لا تزال الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا. المشروع السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقوم بمشاريع مهمة، مستشفيات، مؤسسات تعليمية، لكن الأوضاع في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الحوثية بالفعل يعني تعاني كثيرا عملية التصفيات، الاغتيالات، اعتقالات زعماء القبائل، اعتقالات بالمئات، من لم يذهب أو يرسل أبنائه لساحات القتال يتم تصفيته. بكل تأكيد أن الممارسات التعسفية ضد الشعب اليمني هي العنوان الأساسي الذي يقوم من خلالها تمرد الحوثي بالاستمرار على السيطرة. الترهيب الذي يمارسه ضد التلاميذ المدارس، ضد الفتيات والجامعات، تجريف وتجريم المناهج التعليم وإدخال الصيحات والمناهج الفارسية، تعليم اللغة الفارسية، بكل تأكيد أنها كلها متداخلة تعني انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان اليمني، وسط أيضا كما قلت الاكتفاء بمجرد تصاريح بيانات من وزارة الخارجية الأمريكية، الفرنسية، البريطانية، كلها
لا تقدم ولا تأخر، لأنه بكل أسف يعتبرون اليمن دولة طرف وليس دولة أساس، يعتبرون أن اليمن شأن عربي ليست حربهم، وهذا يؤكد بالفعل على أن التحالف العربي يجب أن يعود من جديد لممارسة ما كان يمارسه بانبد عاصمة الحزم، لأنها هي السلاح الأنجح الذي من شأنه أن يعيد ترتيب الأوضاع كما قلت لصالح الأمن القومي العربي. طبعا دكتور محمد قيزان، إضافة إلى ما ذكره الدكتور مبارك من دعم سعودي ومساعدات لليمنيين، الحكومة ما الذي تقوم به؟ هل لها أو لديها مخطط لتنمية المناطق إنسانيا، التربية، الغذاء؟ ماذا لديكم؟ الحكومة لديها برنامج نعم. قدمته لمجلس النواب، يعني في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لكن للأسف الشديد هذه الميليشيات الحوثي التي تقوم اليوم بقصف ميناء الضبة هو الهدف منه التضييق على الحكومة، يعني ومنعها من تصدير البترول. نعرف ما يصدر الآن هو الشيء القليل، ما يقابل 1.5 مليار. ميليشيات الحوثي تريد أن تقضي على هذا، أن تمنع هذا العائد حتى تزداد المعاناة لأهلنا في المناطق المحررة، ولم تكتفي بما تمارسه من أعمال إرهابية وأعمال إجرامية بحق المواطنين، فرض الجبايات، يعني فرض الرسوم عليهم، الزج بهم إلى أتون المعارك في الجبهات. يعني كثير من الحالات الإنسانية الصعبة التي يعانيها الإخوة في المحافظات التي ترزح تحت ميليشيات الحوثي. الحكومة يعني حتى الآن يعني تقوم بجهود كبيرة، لكن في ظل أوضاع صعبة جدا. نحن نؤمل على يعني أشقائنا وخاصة في المملكة العربية السعودية، كما قال ضيفك الكريم، البرنامج السعودي لإعادة وتأهيل اليمن، مركز الملك سلمان يقوم بأعمال كبيرة جدا، لكن في ظل الحرب يعني تزداد المعاناة، تزداد الاحتياج. جماعة الحوثي للأسف الشديد مارست الآن مسألة يعني فرض ما يسمى العملة القديمة والجديدة، ضاعفت من الصعوبات على كاهل المواطنين اليمنيين. في الأيام الماضية تحدثت التقارير عن وفاة أكثر من 30 طفل من خلال العلاج، يعني علاج السرطان المسموم، يعني علاج منتهي صلاحيته. هناك مآسي حقيقية في مختلف المجالات. التقارير المنظمات المحلية والدولية تحدث عن معاناة كبيرة جدا. الحكومة تحاول يعني بذل جهود، لكنها ليست بالشكل المطلوب. لن تنتهي هذه المعاناة ما لم تنتهي الحرب، ولذلك نحن في الحكومة وهناك مطالبة شعبية بإنهاء الحرب، بإنهاء يعني هزيمة الحوثي عسكريا. إذا ظلت هذه الحرب ستزداد المعاناة. التقارير الدولية تحدث عن أكثر من 18 مليون يمني الآن بحاجة إلى تغذية، يعانون صعوبة جدا، وستزداد في قادم الأيام. ولذلك على الأشقاء في الإقليم، على الأشقاء في العرب، على المجتمع الدولي إذا هم فعلا متفقين مع الوضع الإنساني في اليمن أن يعملوا على إنهاء هذه الحرب وسحب السلاح من هذه الميليشيات الإرهابية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد قيزان، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، كنت معنا من تركيا عبر خدمة سكايب. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للباحث والمحلل السياسي الدكتور مبارك آل عاتي، كنت معنا مباشرة من المملكة العربية السعودية عبر سكايب. شكرا لكما ضيفي، شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل. كانت هذه ملفاتنا لنهار اليوم، نلقاكم غدا بحول الله في عدد جديد وملفات أخرى. شكرا.